اوه. مم. يا أهلا، إذا ملاحظين الفيديو اليوم موقعه غريب وشكله غريب. الفيديو شوي هيك غريب بكل شيء، ولأني وعدتكم إنه هيدي القناة تكون منوعة. صار لي تقريبا فترة بس عم نزل فيديوهات عن الموضة، فبلشوا تبعتوا لي رسائل إنه إلي أنت وعدتنا إنه تنوع بهيدي الشانل. مثل ما بتعرفوا أكيد أنا حدا كتير بحب أعمل حلويات، ففكرت وقلت إنه أنا ولا مرة ضايق نوع حلو عربي تقليدي. فقلت انه عندي احتمالين، يا بسافر على هول الدول العربية وبجرب الحلو، يا بعملهم عندي. فقلت انه الحل الاسرع والاهين والاوفر انه اعملهم عندي. من كم يوم لما اجتني فكرة انه اعمل فيديو حضر فيه حلو تقليدي من بلد عربي وذوقه لاول مرة، نزلت ستوري على انستغرام قلت لكم فيها اكتبوا لي اسم ألذ نوع حلوى تقليدي مشهور في بلدكم. فاكيد كلكم صرتوا تكتبوا لي اسامي الحلويات، تكتبوا لي حدهم اسم البلد. الكنافه النابلسيه فلسطين، البقلاوه الجزائريه، صحون سك باليمن، الهريسه الاسكندريه مصر، دهين النجفيه بزنود الست، الحلوى البحرينيه، ليجا قصيميه السعوديه. يعني اسامي كتير كتير لحلويات تقليديه من بلدانكم. فقررت انه على هالوراق اكتب على كل ورقه اسم نوع حلو، حطهم بهيدا الصحن واختار منهم، ويلي بيطلع رح اعمله شو ما كان يكون. فبعتقد كتبت كل الاسامي، هول هن الوراق صاروا هون. رح نقي منهم ورقه، ويلي بيطلع لي هو نوع الحلو يلي رح اعمله. ان شاء الله يكون شي سهل، لانه ما ليش جلادي اعمل هيدا الحلو يلي بده تتركوه 3-4 ساعات ويوم كامل وليله كامله. ان شاء الله يطلع شي عن جد سهل. اوكي، كليجة قصيمية KSA من السعودية. أنا ولا مرة رايح على السعودية بحياتي، ما رحت ولا مرة ضايق الكليجة القصيمية، حتى أول مرة بسمع عنها هو اليوم. فخلونا نفوت نشوف شو هي، شوف شكلها، شوف مكوناتها، طريقة تحضيرها، شوف أي مكونات عندي إياها وأي مكونات ما عندي إياها. إن شاء الله يكونوا كلهم عندي إياهم. هيدي هي صورة الكليجة، تشبه شوي تشبه المعمول يمكن تبعنا، شي رقيق من برا مقرمش ومن جوا في يا عسل يا تمر، ما بعرف شو هو. هيدي هي شكلها صراحة بشهي. خلينا نشوف المكونات. اوكي، اول شي بدها دقيق ابيض، تاني شي بدها دقيق بر او بر. مام شو الدقيق البر او البر؟ طحين اسمر، سكر، ملح، مي، حليب. اوكي، عندي خميره، الحشوه سكر، اوكي، زنجبيل فيه، قرفه فيه، مي فيه، ملعقه كبيره ليمون اسود مطحون او لومي. اسود مطحون او لومي، هيدي جديده علي يمكن ما عنا منه. مام عنا ليمون اسود مطحون او لومي؟ إيه وين بلاقي منه؟ هيك بدنا نروح نفتش على الليمون الاسود المطحون. كل المكونات موجوده ما عدا الليمون الاسود المطحون اللومي. فهلا حروح فتش بالسوبر ماركت الا ما لاقي منه. بعتقد هيدا محطوط للحشو، يعني هيدا انجريدينت اساسي. اذا لقينا منه بنكمل الوصفه، ما لقينا منه مضطرين اسفين انه نلغي الوصفه ونلغي الفيديو او نغير الوصفه ونعمل فيديو تاني عن غير وصفه. رح بلش برحلة البحث عن اللومي أو الليمون الأسود المطحون لنشوف إذا منلاقيه، لأنه أمي ما بتعرف فيه، مش سامعة فيه بحياتها، مش ما استعملته بحياتها. سألت أختي وأختي كمان ما عندهم منه. أكيد رح أروح على السوبر ماركت. أوكي، أول سوبر ماركت ما عنده لومي، فهلا رح أروح على سوبر ماركت تاني سوبر ماركت ما عنده. بس الشيء المنيح إنه بيعرف شو يعني لومي. يعني قال لي ايه ولو اكيد بعرف اللومي، بس لا ما بنجيب منه، ما عنا منه لانه ما في كتير طلب عليه. هون بلبنان ما كتير بيستعملوه، يعني لا بالدجاج واللحمه ولا بالحلويات، ما له استعمال بلبنان عنا. ورح روح عند هيدا تبع البهارات يلي قالت لي عنه امي، على امل نلاقي لومي. وصلنا على البيت، احذروا شو في السياره، احذروا شو. واخيرا لقينا اللومي. رحت عند محل بهارات دغري، بس فتت قلت له عندك لومي؟ دغري ما يعني ما اضطريت فسر له وترجم له وقول له. قال لي ايه اكيد انا يلي عندي لومي. قال لي بنبيعه بالحبه. قلت له انا بدي لومي المطحون يعني. قال لي لا انا ما عندي مطحون، عندي اياه مثل حب. قال لي بس انه بتقدر تاخده وتطحنه. قال لي خذ 3. اعطاني 3. هيدا اللومي
صراحة شكله مثل ما شفته على جوجل نفس الشيء، فما غشني. هيدا هو اللومي. بس يعني قعدت عنده نص ساعة كان عم بيخبرني عن اللومي وعن تاريخ اللومي وعن فوائد اللومي، فصار يمدح باللومي كأنه واحد من ولاده. بريحته شوي مثل الزبيب كأنه. مام لقيته اللومي. لقينا اللومي. هون هن اللومي. هلا شو صاير هون؟ فتحتهم وشلت منهم البزر مثل ما قال لي هيدا الزلمه. هلا انا صراحه ما بعرف كيف بيطحنوا، فهيك صار شكلها تقريبا. هلا بدي اكسرهم دقهم اطحنهم ما بعرف. وهيك من بعد ما طحنتهم وصفيتهم هول من بعد الطحن والتصفاية، فأنا هون مجهز كل المكونات. طلعوا المكونات كتير سهلين، كمان الطريقة كتير سهلة. بس يلي شوي عذبني هو اللومي. تعذبت طحنتهم، بس انه اخر شي حصلت على النتيجة. اكيد تحية لمام خلف الكاميرا يلي ماسكة عم بتصور. ما حسيتي كأنه شوي ريحة مألوفة قبل او بلا شمينا بس ما بعرف وين. حسيت انه شمينا قبل بس ما عم بعرف وين. المهم أمنا على اللومي. فهلا هون المكونات شو؟ اول شيء حاطين طحين البر او البر يلي هو ما بعرف كيف بيلفظوها، بس قالت لي انه طحين اسمر. فهون انا رح احط الطحين يلي كسرته يلي نخرته هون. فهون هيدا هو الطحين. كمان بالوصفه محطوط طحين عادي كمان نخلته، حطيت معه رشه ملح. هلا عم بعمل الوصفه صح عم بعملها غلط ما بعرف. بعدها هلا امي عم تسالني شو عم تعمل. ما عرفت شو عم بعمل، بس تخلص الوصفه رح تعرف ورح تشوف. رح زيد عليهم السكر. انا ملتزم بالوصفه مثل ما محطوطه. بحط الكفوف. هون كمان عندي شويه مي وحليب دافيين. رح زيد فوقهم خميره. هلا هون بدي اعمل حركه شوف امي بتعملها وقت بتعمل معمول. بحب يحطوا السمنه او الزبده فوق الطحين بصيروا شو بيقولوا بالايد يعملوا يبسوهم يبسوهم بالايد هيك. هيدي على الجلي. اليوم رح اعمل لك جلي معلش. هيك هيك. طيب ليكي انت بالعادي المعمول ما بتحطي له طحين ما هيك؟ لا. هلا يعني هيدا سميد خشن. ايه هلا هيدا الشيء يعني منه معمول قريب على المعمول. هذا بس خلص بتعرفي شو هو. فكرة هيدي الفيديو طلعت لي لأنه معروف أنا قد إيه بحب أعمل حلو. اسألوا أمي قد إيه بعذبها بهالقصص. بعجق لها المطبخ بعمل لها جلي كتير. أوكي فبحس إنه هيك نبسه مزبوط. شو في خلاص مشي هيك منيح. منيح صاروا مثل مثل الرمل. برافو شطورة. فينا نزيد هيدا خميرة الحليب مع الخميرة مع المي دافيين أكيد بيزيدون شوي شوي. أوكي ممكن نعوز شوية مي الحليب مع الخميرة فوق الدقيق والسمن. على فكرة بتعرفي إنه هيدي الوصفة الأصلية هلا ما رح أقول لك شو هي ولا رح أقول لك اسمه ولا رح أقول لك البلد اللي جاي منه. بس هيدي الوصفة يا مام ما رح أقول لك البلد وما رح أقول لك اسمها. بس رح أقول لك شغلة إنه هن الوصفة الأصلية البلد اللي بيعملوها فيه بيستعملوا مع الطحين بدل السمنة. لأن هلا استعمل سمنة حيوانية بيستعملوا شيء اسمه ودك. سمع فيه قبل؟ لا. ايه هيدا مثل لية الخروف. بالأردن؟ لا مش ولا لا؟ لا لية الخروف بيسيحوها يمكن؟ ما بعرف كيف بيعملوها بس المهم اخر شيء بيحصلوا على شيء مثل السمنة فبيستعملوه بهيدي الوصفة. بس هلا صاروا كلهم ما بقى يستعملوه لأنه منه يعني منه براكتيكال وما عم بيلاقي ما بيلتقى بسهولة. عرفتي كيف؟ فأكتر عم بيفضلوا يحطوا السمنة والزيت. هلا هيدي بدنا نعجنها منيح مثل ما بيقولوا بالوصفة. هيك نعجنها شوي بدها تكون العجينة تحسيها شوي قاسية يعني منا عجينة طرية كتير. إذا عم بعمل شي غلط بالمكونات اكتبوا لي بالتعليقات. عجنتها شي دقيقتين 3 صارت هيك. لازم تكون العجينة قاسية. هلا أنا عم خبركم وعم بعلمكم إياها هو شو أنا أول مرة بحياتي بعملها هيدي. يمكن عم بعملها صح يمكن غلط ما بعرف. وعلى فكرة هلا حاعطيكي تيب تتحذري منين معقول تكون من أي بلد. هيدي الوصفة من بلد أكتر شيء عندي متابعين منه على الانستغرام اللي هن الرقم 1 بالمتابعين. الخليج؟
منه اوكي، بس في بلد اي بلد إنه منه؟ ما بعرف. خلاص ما حذرتك. أنت اللي بحس بالأردن أكثر شيء. لا مش من الاردن. الاردن عندي متابعين يمكن ثاني شيء او ثالث شيء، بس لا، البلد رقم واحد بالمتابعين على انستغرام هو هيدا البلد. رح اقول لك شو اسمها الكليجة القصيمية. اوكي ماني سامعة فيها. ايه ما عرفتي اكيد من اي بلد. لا. هي كليجة القصيمية. من وين؟ من القصيم. هالقصيم هي مدينة وين؟ بالبلد اللي عم بعمل منه هيدا الحلو. لسه ما عرفت. اوكي حقلي. هيدا الحلو من السعودية، اسمها الكليجة القصيمية. القصيم هي منطقة بالسعودية غطيتها. هون رح نغطي العجينة ونريحها تقريبا شي 3 ساعات. فيا مام هيدي الوصفة من السعودية، وشفت هيك إن كتير ناس عم بيحكوا عنها على يوتيوب انها كتير طيبة وكتير صحية ومغذية، لأنه إذا لاحظتي كمية الدسامة فيها قليلة، وفيها الطحين الأسمر والسكر قليل شوي، وفيها القرفة والزنجبيل واللومي، كلهم قصص صحية. فهون عم بعمل الحشوة عبارة عن سكر، ملعقة كبيرة اللومي المطحون، ملعقة صغيرة بابريكا. لا قرفة، بدي أعرف. بابريكا بالحلو، ما شفتها. زنجبيل. بيعملوها هونيك اكثر شيء على العيد. او هلا من بعد ما تركنا العجينه ترتاح شي 3 ساعه نص ساعه، شكلتها على شكل دواير وغطيتهم، طلعوا تقريبا شي 20 او اكثر شوي. فهلا رح نبلش بالتشكيل. وكمان هيدا الخليط حطيت له نقطه مي بس هيك شوي هيك مش نتفه على بعضه، ورح جرب اعمل على الطراف. فهيك تقريبا لازم تكون هيك رقيقه على الطراف وشوي سميكه بالنص. يا ريت فيكي تتركي الكاميرا يا مام وتساعديني بالتشكيل، شو رأيك؟ ايه؟ عن جد؟ يلا. فهلا عم نجرب، يمكن ما يزبطوا معي، يمكن يفتحوا بالفرن، يمكن ينتزعوا معي. انا عم جرب. هو بيعملوه مثل كيف تعملي انت الكبكوبة هيك، بس انا ما بعرف. عرفتي؟ بس تكون يعني ما بعرف اذا فهمتي علي. بحس هيك منيحة الحشوة. ايه؟ ايه ما تكتت الطبقة مثل السمبوسة. فهون مثل ما قالت امي مثل السمبوسك لازم تكون صورة، مش سمبوسك. منيحة مبلا. اوكي كده تصير مدورة، بس يمكن هيك. خلاص بحس هيك. اوكي هيك منيحة بحس. فهول اللي حشيتهم هون شو بيقولوا هيدا؟ كفي. ايه مش من هون هيك. بدنا نضغطها. ما لازم تصير رقيقة كتير ولا سميكة كتير، في إلها قالب خصوصي تعطي شكل. فأنا ما عندي إياه. شو رح أعمل؟ رح أعمل هيك تقريبا، يعني كل الكمية اللي عندي رح كملها وحطهم بالفرن. وأكيد قبل ما أحطهم بالفرن رح أدهنهم بشوية بيض مع شوية فانيلا، شوية كركم هيك مشان يعطوا اللون الأصفر الحلو. ورح أحطهم بفرن حامي، بيكونوا هني من تحت. أول شي النار من تحت، بحطهم بالفرن من تحت تقريبا شي 10 دقايق أو ربع ساعة حسب كل فرن. بعدين بحمرهم من فوق. الفرن إذا ما كان حامي ما رح ينتفخوا. هيدا من الآخر. أنا عم بحكي كأنه يعني أنا صار لي 100 سنة بعمل. بنعملها هيك. شفتوا الفرق بين أول وحدة وآخر وحدة على البراتيك. نحشيها ملعقة أو نصف ملعقة، مو كثير ولا شوية، ونسكرها كويس. وهلأ على الفرن مثل ما قلت لكم، ولا نشوف النتيجة بعد شوي. وبكذا نكون خلصنا الكليجة حقتنا. لحية يعني ما بعرف إذا زابطين أو لا، بس إنه بظن مبلا مفروض يكونوا زابطين. خلونا نجرب وحدة. من جوا الطعمة. بعيدة، أكيد بعيدة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو. أنا صراحة كتير انبسطت فيه وكتير حبيت هيدا الفيديو. حبيت الكليجة القصيمية اللي عن جد طلعت كتير سهلة بالتحضير وطعمتها كتير طيبة وما فيها فزلكات أبدا. ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لهيدا الفيديو. بتخبروني أنتم من أي بلد وشو أشهر نوع حلو تقليدي عندكم ببلدكم، وأي نوع عبالكم نجرب أعمله. وهلأ رح أخذ الكليجة ودوقها للعائلة. هلأ جيت وجبت معي الكليجة
ندوق امي عن جد. تكوني صريحه ما انه تجامليني وهيك. جد والله كثير طيبة، خفيفة على انت اصلا كنت عم بتصوريني لا، يعني طيب شفتي كتير كيف عن جد. كأني أكلي منها قبل. هو لا هو فيها يمكن كثير حبيتها مثل كتير. فيها تحسي كانه عم تاكل السينامون رولز لانه في بقلبها القرفه. برافو عليك. يعني انا كتير. هلا بدي علامتكم انتم وهلا عطتني علامه كثير امي حبيتها كمان. كتير.